اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست بيلدت. وفي حلقه مميزه زي دي بستضيف واحد من اهم الاسماء في عالم القهوه في مصر، صاحب شركه بن العمده، اكبر مستورد للبن في مصر ومن كبار تجار الجمله في سوق القهوه. قصه بن العمده بدات من سنه 1988، طبعا رحله طويله من الخبره والشغف بالقهوه واللي كبر فيها اسماعيل العمده. وجوه البيزنس ده هو بقاله اكتر من 15 سنة عاشق للقهوة، فاهم تفاصيلها من اول حبة البن لحد الفنجان، ومعاه كمان كورسات في التذوق بتكمل الخبرة اللي هو عليها دلوقتي. في الحلقة دي هنتكلم عن سر نجاح بن العمدة من سنة 1988 لحد النهاردة. طبعا مش عايز احرق الموضوع من اوله، فطبعا حابب ارحب بضيف النهاردة اسماعيل العمدة. ازيك عامل ايه؟ عامل ايه اسماعيل؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك كله ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. اسماعيل، عايزك كده تقول لي بدأت ازاي او كملت ازاي مسيرة والدك في الشغل في القهوة وصناعة البن وازاي كملتوا الموضوع ده انت واخواتك وكملتوا المسيرة دي. يعني عايزك تحكي لي كده بالتفصيل الموضوع مشي ازاي. بص، احنا في البدايه اصلا في الاول خالص احنا صغيرين كنا الحاج بيشاركنا في كل حاجه. كان احنا صحاب واخوات واب وابن وكل حاجه. أيوة. فكان دايما في الكبيره والصغيره معاه. فما جاتش في الشغل، جت في الشغل نزلنا في الاجازه بننزل اللي هو ايه، محلات ابونا معنى صح يعني. ايوه. شويه شويه اتعلمنا، شويه بدا جرب ده، روح ده، تقابل مع ده، كلم، روح قابل فلان الفلاني، اتفق مع فلان هات كذا، اعمل هات كذا. مع الوقت كبرنا، بقينا مسؤولين، اتخرجنا، خلاص بقى كل واحد انغمس في المكان وتربى خلاص بقى اترعرع زي ما بيقولوا في المكان. وفي نفس الوقت حبينا المجال فحبينا نكبر منه، وبدأنا نشتغل. بما انك انت اشتغلت مع والدك لسنين طويلة جدا، فهل كان في اختلاف ما بين طريقته وطريقتكم دلوقتي؟ وهل انتوا لسه متمسكين وماشيين على نفس الروح الأساسية اللي كانت ماشية بطريقة زمان؟ بص، المبدأ واحد والطريقة واحدة. الاختلاف احنا طورنا شوية حاجات، التصاميم، بنخاطب الجيل اللي طالع جديد، بنخاطب من جيلنا معنى صح. لكن الأساس واحد. التجارة عموما، او يعني هو ربى فينا الحتة دي. التجارة صدق، التجارة أمانة، تجارة أخلاق. فتصدق القول وتتقي ربنا في الحاجة اللي انت بتقدمها للناس وتقدمها لنفسك الأول قبل ما تطلعها للناس، هتعمل حاجة كويسة جدا. ما عملتش ده للأسف مش هتطلع حاجة كويسة جدا. اسماعيل، عايزك تقول لي ايه الرحلة بتاعت حباية البن؟ بص، الموضوع ده يعني طويل شوية. يعني احنا ممكن الموضوع كذا مرحلة. في مراحل كتير بتعدي عشان نقدر اجيب من حباية البن نفسها توصل لفنجان قهوة. بتعدي لها كذا مرحلة كتير. ممكن مرحلة واحدة من المراحل دي لو ما تمتش بشكل مظبوط فنجان البن بتاعك ما بقاش مظبوط، بل بالعكس تقدر تلوم الشركة او المنتج اللي انت بتجيبه او اللي انت بتتعامل معاه. طيب المراحل دي بتتقسم ليه؟ يعني احنا مثلا بنمثل، مثلا احنا بنختار المزارع اللي احنا هنجيب منها، وبنكلف شركات جودة تستلم الشحنات من المصدرين، وبنقدر نغلفها صح عشان تقدر، ونعالجها صح عشان تقدر تحافظ عليها في الكناتر عقبال ما توصل للمينا. مجرد ما وصلت للمينا نبدأ تطلع بقى مرحلة جديدة، مرحلة التفريغ. دخلت المستودعات بنحافظ عليها بنغلفها، وبعد كده تخش مرحلة التصنيع اللي هي يعتبر أنا شايفها أو من أصعب المراحل اللي بتتم. لأن حمصت صح طلع فنجان بن صح، ما حمصت صح مش هيطلع فنجان بن صح. تاني مرحلة مرحلة الطحن، تالت مرحلة مرحلة التغليف، تالت مرحلة انك تقدر توصلها للعميل بنفس الجودة اللي هي خرجت من عندك من المصنع. وفي الاخر ممكن العميل مثلا ما يقدرش يعمل فنجان بن كويس، فيقدر يلوم بوظ كل المراحل اللي قبلها دي كلها. فاهم؟ فلازم انك انت تشتغل على الستيبس دي او المراحل دي، لازم تاخد بالخطوات كلها عشان تقدر تطلع فنجان بن مظبوط ما هدروش معنى صح يعني. طب ايه الاختلافات بقى اللي ما بين من البن ده للبن ده؟ بص، البن قسمين، ارابيكا وروبستا. الارابيكات معايا بتدي طعم والريحه، الروبستات بتدي معايا القوام والوش. فانا بقدر امكس ما بينهم. كل شركه بتقدر او كل براند بيقدر يمكس بطريقته او اللي هو بمعنى اصح اللي هو ايه، اللي هو السر بقى بتاعه او اللي هو التكنيكال بتاعته.
فيقدر بنسب معينه. مش معنى صح كل دلوقتي او اغلب الناس طلع يقول لك انا عايز مثلا بن برازيلي، عايز بن كولومبي، حط مش عارف 100 جرام مش عارف قد كده. هي مش نسب ثابته، هي مش معادلات كيميائيه. انا بتعامل مع نبات. ايوه. فالنبات ده لو اتغير الزرع بتاعته، الارتفاع بتاعه اختلف، الموسم بتاعه اختلف، كل ده بيأثر معايا في الفنجان بتاعي. طيب انا لو جبت مثلا برازيلي وحبشي واندونيسي وروبوستا هندي، هل انا عملت فنجان بن مظبوط؟ مش شرط، مش اساسي. اهم حاجه الصنعه بقى والخبره بتفرق هنا. انا ممكن معايا برازيلي حبايه حلوه جدا، بس معايا اندونيسي حبايه مش احسن حاجه، ما تدينيش الفنجان بتاعي. ايوه. ده اللي الناس كلها دلوقتي او الاغلب 100 جرام اندونيسي، 50 جرام حبشي، 20 جرام مش عارف ايه، انا كده البيعات. لا، هي الفكره مش معادلات زي ما احنا بنقول، زي ما قلت لك معادلات ثابته. مش هحط 1 زائد 1 بيساوي 2. لا، انا اهم حاجه بالنسبه لي الحبايه نفسها شكلها عامل ازاي، الرطوبه فيها عامله ايه، الجوده نفسها بتاعت البنايه نفسها هتقبل ولا ما تقبلش. في انواع ممكن ما تقبلش مع بعضها، في انواع تقبل مع بعضها. فاهم؟ فانا اقدر، دي بقى اللي بيميز اللي عنده خبره مش اللي عنده خبره. بالظبط. فده اللي الحمد لله سبب نجاحنا، احنا دارسين ده، وفي نفس الوقت الخبره بتاعت الوالد ربنا يديله الصحه اداها لنا، يعني عارف اللي هو ايه، على طبق من ده. بالظبط. ايوه. فاحنا وفي نفس الوقت احنا برضو درسنا عشان نقدر نواكب العصر زي ما بيقولوا، مع بجانب الخبره، فنقدر نطلع منتج كويس. حته بقى التميز دي عشان انا عايز اعرفها انا شخصيا، ايه بقى اللي بيميز بن العمده عن اي براند تاني؟ بص، انا مش هقدر اقول لك احنا اقوى ناس واسرع ناس والكلام اللي هو اللي احنا بنسمعه الكلام ده كله، او اللي الناس بتنسبه نفسها، لكن اقدر اقول لك احنا اكتر التزاما بالجوده. في ناس مش معنى الجوده مش معنى ان انا احط نوع تاني او اجيب منتج تاني غير البن واحط اضيفه على البن. لا، انا ممكن اشتغل بنفس البن بس كواليتي قليل. طب ما ده يعتبر غش. احنا بالنسبه لنا ده غش. بالظبط. في انواع مثلا مقاسات الحبوب، بن انواع درجات. فانا ممكن مثلا احط مثلا بدل السكرين معينه احط سكرين اقل، ده يفرق معايا في الشغل. دي بالنسبه لنا ما يحسبش. اللي مميزنا ان احنا جودتنا ثابته من 88 لحد 2025 بفضل الله مكملين، لان النسب عندنا ثابته، الانواع نفسها ثابته. احنا بنستورد بفضل الله كميات كبيره، فانا اقدر اوفر المنتج لاطول فتره ممكنه ولحد ما يجي المنتج اللي وراه. طيب الحته اللي هي بتاعت، عشان انت قلت موضوع السمعه وسط البراندات دي كلها، فانت كاسماعيل او انتوا مثلا يعني كعيله كلها مع بعض قدروا يوصلوا بالمنتج ده لاقصى مراحل النجاح، ولسه طبعا قدام يعني. فانت ازاي او انتوا ازاي قدرتوا تحافظوا على السمعه دي لحد دلوقتي، او ايه اللي حصل على مدار السنين دي كلها خلاكوا تحافظوا على حاجه زي دي وطورتوا منها ازاي؟ بص، كل فضل الله اولا واخيرا. ثانيا، احنا اهم حاجه تحافظ على مبدا الجوده، المصداقيه والامانه في الشغل. امنت نفسك وامنت وعهدت ربنا ان انت مش هتغير في اي حاجه يعني تمس التربيه اللي انت ربيت عليها. احنا اتربينا على الصدق والامانه والاخلاص. قدرت تنفذها في الشغل، ربنا هيوفقك وهينجحك. تخليت عن اي واحده منهم مش الموضوع كله هيبوظ. تاني حاجه انك بتحافظ على نفس الجوده او نفس الحبوب اللي انت، مش معنى ان في صنف مثلا وقع فانا اقول لا ادخل صنف تاني بديل او البديل كذا. لا، احنا بنقدر نوفر بفضل الله كميات كبيره من الشغل عشان نقدر نوفر نفس الطعم اللي الناس متعوده عليه مننا، وفي نفس الوقت ما اقولش اصل البديل بتاعه موجود. لا، مفيش حاجه اسمها كده. انا عشان اقدر احافظ على الطعم مستمر معايا لاطول فتره ممكنه، فبخزن منه كميات كبيره، وده بيفضل مكمل معايا الفنجان. وده يعتبر ده سر من فضل الله، من سر نجاحنا يعني. طيب بشكل عام، يعني بشكل عام مش بخصص بحد معين او براند معين، بس البن عامه هل في غش ولا ما فيهوش غش، ولا بيبقى الموضوع ماشي ازاي في الحته دي؟ بص، الغش موجود. ما فيش شغل، ما فيش حاجه في الدنيا ما فيهاش غش. لكن في الاول وفي الاخر انت بتراعي ربنا، واحنا اتربينا على دي. كان دايما الحاج يقول لك يا ابني التجاره صدق امانه اخلاص. اتربيت عليهم ومشيت عليهم، ربنا هيوفقك وهينجحك من كل حاجه. تمام. الغش دايما اسبابه كتير. يعني مش ممكن اغش، يعني مش هغش بسلعه تانية خارج البن. لا، ممكن احط منتج نفسه او كواليتي قليله، ده يعتبر غش. لكن ده ما عندناش بفضل الله. احنا دي ما تربناش عليه. حتى لو المنتج غالي او سعره ارتفع احنا بنوفره، ونقول دايما الدنيا كلها مش مكسب. التجاره يعني اتعلمناها كده، التجاره خساره ثم مكسب. بالظبط. طيب اسماعيل، المجال ده زي ما انت عارف طبعا مليان عمال وصناعيه كتير، فازاي لا، دول شركاء نجاح.
ايه يعني دول شركاء نجاح. تمام. انا ما فيش حد مش ناجح من غير حد. دايما احنا كلنا عيله، كلنا اسره، في الاول وفي الاخر احنا كلنا اخوات في قلب بعضين. لكن بتفرق الصلاحيات. احنا في الاول وفي الاخر مصلحتنا المكان، مصلحه كلنا بنرزق من المكان ده، فلازم كلنا قلب على بعضينا. ولكن بتختلف الصلاحيات. انا مثلا اختلفت مع عمر، طب مش معنى ذلك ان انا اسرع الشغل. لا، انت عمر محتاج حاجه بره الشغل، خلاص احنا بنتكلم، دخلنا في الشغل، لا انت انت مسؤول عن كذا وانا مسؤول عن كذا. ودايما يعني الحته دي يعني بفضل الله موجوده، احنا بنسمع. ولكن في الاول والاخر لازم القرار المصيري للشركه. في مثلا صادف كده في موقف ما حصل معاك، يجي مثلا عامل يشتكي لك يقول لك يا اسماعيل ده انا مش عارف مين عمل ايه، ده فاكر نفسه اعلى مني او كده، ولا بتبقى الطبقات كلها متساويه بالنسبه لك، او انت معودهم على حاجه زي دي؟ بص، زي ما قلت لك احنا في الاول وفي الاخر كلنا واحد. لكن الصلاحيات اللي بتختلف. احنا مجرد ما دخلنا في صاله الشغل او في صاله العمل او في المصنع عموما او في مكان الانتاج نفسه، مجال الهزار ده ما بقاش موجود. احنا في الاول وفي الاخر احنا التايتل بيختلف، لكن احنا كلنا بنتعاون وكلنا بنتكاتف. كل واحد مسؤول عن مهام لازم يخلصها. كل واحد مسؤول لازم ان هو يبقى حابب المكان عشان خاطر، وفي نفس الوقت يقدر يأدي فيه. وفي نفس الوقت هو بيحبك انت شخصيا وانت بتحبه هو شخصيا، لان في الاول وفي الاخر انتوا عيله. مفيش مكان ناجح بدون اشخاص. طيب اسماعيل، دلوقتي انا عايز اشتري قهوه، انا عايز اجيب كيس بن كده. انا متعود ان انا لما اجي اشتريه من السوبر ماركت لازم اشم ريحته الاول وبعدها ادوقه بلساني واشوف ده كويس مش عارف، لا محتاج الاحسن. فانت يعني تعال حط نفسك مكاني كده، ايه اكتر حاجه ممكن اركز عليها في اختيار البن بالذات؟ بص، خلينا متفقين دايما ان اي براند او اي شركه بتقدم احسن ما عندها. بس اول في الاخر انا محتاج اشرب الاول. احنا اتفقنا ان البن كيف. فانا محتاج حاجه اللي تبسطني انا عمر دلوقتي هينزل محل شكله كويس في منطقه كويسه، ليه اسم وليه مكانه، مش هيضحي باسمه عشان خاطر يلعب في الجوده. فانا بقى دخلت مع الاستاف نفسه، شكله ودود، شكله مريح، مش هيضللني، مش هيبيع له وخلاص. لان دلوقتي اغلب اللي احنا شايفينه على الساحه يقول لك 100 جرام كذا و20 جرام كذا و50 جرام كذا. دي مش نسب ثابته، احنا مش معادلات كيميائيه. فاهم؟ فانا محتاج الاول انا هشرب ايه وهتبسط بايه، وفي الاول وفي الاخر النتيجه بالزبط. هي اللي هتفصل في الاخر. وفي نفس الوقت انك تتعامل مع براند كبير ولاند ليه اسمه، فده بيوفر لك ده شوت كبير قوي من الارهاق اللي انت محتاجه. ايوه بالظبط. انا في مكان كويس بيحافظ على جودته، جوده ثابته، وفي نفس الوقت اي محل او اي براند بيقدم كذا منتج وكذا ايتم. فانا هبدا خلاص، انا مش هجرب ده، مش هحكم عليه من اول فنجان. في نفس الوقت ممكن هو مقدم حاجه كويسه جدا بس ما اقدرش اعرف اعملها. فدي يبقى التقصير مني ولا من البراند؟ لا، بتبقى مني. بالزبط. طيب انا هجرب حاجه واثنين وثلاثه واربعه ولحد ما اوصل على حاجه تعجبني انا شخصيا يعني. اسماعيل، هل المجال ده سهل بان انا اقدر انا مثلا كعمر افتح مشروع للقهوه؟ يعني عايز افتح مثلا مشروع كبير زي القهوه ده. الموضوع ده يعني الناس فاكراه، بص ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه سهله. كان دايما الوالد يقول لك يا ابني عايز تشتغل في المجال ده تعلم الصبر الاول. هتصبر هتنول، مش هتصبر مش هتنول. الناس بتخدع في المجال من ناحيه يقول لك خلاص ده انا هجيب شويه بن احطهم على بعضيهم خلاص بقى ايه عملت فنجان قهوه. لا، الموضوع مش بسيط قوي كده، مش صعب قوي كده. ولكن انت محتاج تفهم الاول، تتعلم كويس جدا، تشتغل في محلات، لو تشتغل في محل بن وتتعلمه عشان تقدر تطلع، تعرف كل خواص الحباب بناء عليه، تقدر اداء كل حباب تروح بتدي طعم ايه، وفي نفس الوقت تقدر تجرب. انا واحد من الناس انا كنت ممكن اروح على والدي بابا ده بيعمل ايه، النوع ده بيطلع ايه، كان سهل جدا اداني بالظبط. لا، قال لي يا باشا اعمل. كنت يوميا اديله توليفات، جرب دوق وحش، جرب دوق وحش، جرب دوق وحش، لحد ما طلعت بفضل الله عملت وبيتولف وبقيت اعرف الانواع. هو اداني التريك، قال لي اداني التريك، قال لي خد جرب كل نوع لوحده ودوق واشرب واعرف كل واحد بيطلع ايه والافتر تيست بتاعه هيعمل ايه. دقت، طب لو حطيت ده على ده هيديني ايه، لو حطيت ده على ده هيديني ايه، ولو حطيت حاجه رابعه هيديني ايه، وهكذا لحد ما اتعلمت. فالموضوع مش اللي هو بالصعوبه دي، مش بالسهوله دي. دلوقتي تكسر مثلا ناس كتير جدا للاسف يقول لك يروح مكلف محلات، وبعد كده في الاخر يقول لك اصلا انا بنيت المشروع على شخص ما او على صنايعي ما. الصنايعي يجي
يبقاش معايا. فيجي طب الحقوني، طب ليه ما ينفعش ابني مكان على او ما ينفعش اخش في مجال انا مش فاهمه؟ لازم انا على الشخص ابقى انا درايه بيه، وبعد كده ابدا اخش في المجال نفسه. لان زي ما قلت لك اتعرض علينا حاجات زي كده شبه كتير، وفي الاخر الناس للاسف بتخسر فلوسها. دلوقتي يا اسماعيل انا خلاص انا بقى عندي خبره كافيه تخليني اقدر افتح مشروع بن بكره الصبح. فايه المورد او مين المورد اللي انا اقدر اتعامل معاه؟ المورد اللي هيقدر يقدم لك خدمه وجوده ثابته وامانه في الشغل ومصداقيه في التعامل وريحيه في يكون في راحه نفسيه ما بينك وما بين المورد نفسه. ايوه. المورد نفسه مش قصدي ان هو شخص، لا قصدي ان هي كشركه تحافظ على اسمها، فبالتالي هتحافظ عليا. وفي نفس الوقت بتديني فرايتي في الانواع، توفر لي الانواع دي كلها، وبتديني خامات كويسه وجوده كويسه. وخلاص انا محتاج، فانا بوصل بديني محتاج الاوردر بتاعي، خلاص بوصله. بفضل الله كل ده بنوفره طبعا في بن العمده. ده كده اكيد يعني بفضل الله علينا. ويعني احنا في يعني العميل بالنسبه لنا مش مجرد انا مش عايز ابيع لك بيعه وامشي. احنا بنتعامل مع بعضنا عشان خاطر نكمل سنه واثنين وثلاثه واربعه، وخلاص بقى احنا يعني بفضل الله مكملين وشركاء نجاح زي ما بنقول يعني. ايوه فاهم. بس كل ده بفضل الله يعني ربنا يمن علينا بيه في بن العمده. ايه خطتكم الفتره الجايه؟ وطبعا الاستمراريه في تطوير بن العمده على مدار يعني السنين اللي جايه ان شاء الله. ايه الخطه اللي انت او اللي انتوا هتفضلوا ملتزمين بيها ومش هتغيروا فيها مهما كان ايه الظروف؟ بفضل الله يعني احنا ان شاء الله ربنا يقدرنا عليها ان احنا نحافظ على نفس الجوده بنفس الاداء بنفس السيمتريه اللي احنا شغالين عليها، وفي نفس الوقت بنفس الحب والاخلاص والامانه اللي احنا بنقدمها للناس. احنا ما بنقدمش للناس جوده بس، ما بنقدمش للناس منتج بس، احنا بنقدم للناس مبادئ لازم اقدرها لهم مع المنتج. في نفس الوقت ان هو اصل في الاول وفي الاخر العميل ده ايه؟ انا مش عايز اعمل واحد يعملني مره ويمشي. ايوه. لا احنا مكملين مع بعضينا. النهارده في عملاء معايا بقى لها 20 و25 و30 سنه. ليه؟ هو شاف ايه من اسماعيل؟ السوق كله مليان بن. اللي فايز اسماعيل هو شاف حته عند اسماعيل او شاف حته عند العمده مش موجوده في بره، اللي هي الامانه. ايوه. دي اللي ينقص السوق للاسف. صداقه القول وصداقه الامانه هتلاقي نفسك انت بفضل الله ناجح جدا يعني. وده طبعا اللي انتوا بتتميزوا بيه ولسه طبعا قدام هتفضلوا متميزين بيه. فطبعا انا يعني بشكرك جدا. كنت مبسوط جدا انك انت النهارده معايا. انا اكتر حاجه. وان شاء الله من نجاح لنجاح وتطور ان شاء الله على فترات طويله باذن الله. وبكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من بلدت. كان معايا اللي منورني ومشرفني اسماعيل عماد العمده.